حطت واحدة حلوة لأيمن حفني فيها خطورة. ضربة جزاء يحتسبها الكابتن فهيم عمر لصالح طلائع الجيش. لسه بقول لحضراتكم أول ما استلم أيمن حفني في المنطقة دي أكيد فيها خطورة، أكيد فيها خطورة، وفعلا ضربة جزاء. يستلم، هنشوفها في الإعادة أكتر وأقرب، وأيضا هنشوفها في الاستاد النيل والاستوديو التحليلي مع الكابتن طاهر ابو زيد والكابتن علي ابو جريشه والكابتن محسن صالح والكابتن حسن الشاذلي. ادي ايمن حفني، ووبا جول 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 بابا اركو، هوبا جول بابا اركو، والهدف الاول في هذا اللقاء في الدقيقة 33. بابا اركو في الدقيقة 33 يحرز أول أهداف هذا اللقاء. كان أضاع ضربة جزاء في لقاء الدور الأول اللي فاز فيه الإسماعيلي ب3 أهداف مقابل لا شيء، لكن في الدور الثاني عوض الراجل وأحرز هدف التقدم لطلائع الجيش. ادي جماهير